السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب بقى حبايبي الحلوين بيشوفوني إمتى. شايفين الشكل اللي قدامنا الجميل ده؟ الشكل ده هو الراعي الرسمي لأكلة الشتا. طبعًا كلنا عرفناه، العدس. أحلى أكلة في السقعة والتلج اللي إحنا فيه ده، قُلت أعملها النهارده عشان نتدفى بيها، وهاورّي لكم بقى باعمل شوية فتة عدس تحفة، لو عملتوها بالطريقة بتاعتي دي جميلة وسهلة في نفس الوقت. أول حاجة جِبت العدس بتاعي ونضّفته وغسلته كويس جدًا، أوكي، وحطيته في الحلة زي ما إحنا شايفين كده، وجِبت طماطم يعني قطيتين كدهوّة أو 3 وقطّعتهم 4/4 كدهوّة وحطيتهم. نفس الكلام كده جِبت بصلاية، بصلتين، الكمية اللي أنتِ عايزة تحطيها ونحطها برضه إيه معاها. وأنا باعمل كده الأكل برضه قدّامي مين، شوية شعرية صغيّرين كده في الطاسة كده زي ما إحنا شايفين، وقدّامي براد الشاي أعمل كوباية شاي حلوة كده لأحسن إيه، دماغي وجعاني، قُلت أعمل كوباية شاي كده وأنا باعمل أكل، عقبال ما الإيه، العدس يستوي. حمّرت الشعرية بقى كدهوّة، شوية شعرية صغيّرين كده عليهم شوية زيت صغيّرين، طبعًا الزيت طبعًا لازم يبقى صغيّرين بعد الغلا والكوى اللي إحنا بقينا فيه ده في الزيت. فحطيت كدهوّة وهاقلّب كده بالراحة، ودايمًا إيدي وعيني كده على الشعرية وهي بتتحمّر. طبعًا يا أكلة الشتا دي من الأكلات الفظيعة، 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 اللي بتبقى جميلة جدًا وبتدفّينا في الشتا، فقُلت إيه أعملها معاكم كده. أنا بصراحة أنتم بتشجعوني جدًا وأنا باعمل كل حاجة، فعايزة أبقى أصوّر لكم كل حاجة أنا باعملها، بس أحيانًا والله ما بيبقاش في وقت، وأحيانًا يعني باحس إن ممكن دمي يبقى تقيل كده وأنا باعمل حاجة، فما بارضاش أطلع أنكد عليكم بقى كده أو تقولوا عليَّ دمي تقيل. أوكي، المَيّة غليت أهي في البراد، هاعمل كوباية شاي بقى. اتفضلوا معايا الشاي بصراحة باحب أعمل كوباية شاي كده كشري يعني، وده براد stainless حلو كده، أهو ملقّمة الشاي تلقيمة حلوة كده علشان يعني بالنعناع بقى بتبقى كوباية شاي تحفة، تحفة جميلة. وأنا باحب الشاي مضبوط كده، ما باحبوش خفيف بصراحة، وفي نفس الوقت ما باحبوش تقيل أوي علشان معدتي، فباعمله كده شاي كده كشري. معلش بقى مش عارفة أمسك الموبايل بإيدي التانية، لسه ما جبتش حامل بقى والحاجات ديّة، ادعوا لي إن شاء الله ربنا يكرمني كده وتكبروا لي القناة وتتفرجوا لي على الفيديوهات بتاعتي وتشيّروها لي وتعملوا لي اشتراكات من كل الموبايلات الموجودة في البيت. كده وأنا بافرّغ الشاي كده راحت الشعرية إيه، اتلسوعت كده شوية منّي، بسرعة كده باقلّبها علشان كلّها إيه، ألحق يعني الباقي قبل ما الباقي يتحرق. أهو كده آآ يعني أنا قُلت أستغل الوقت بدل ما أنا واقفة كده أعمل إيه، حاجة. فحاطة العدس على النار وباحمّر الشعرية، باعمل كوباية شاي، باغسل مواعين، لازم أعمل كل حاجة في وقت واحد علشان أوفّر وقت. إحنا عارفين طبعًا دلوقتي الوقت سبحان الله يعني ما بقاش فيه بركة زي الأول مش عارفة ليه، مع إن والله يعني الواحد يعني دايمًا بيقول الأذكار ودايمًا يعني بيحاول على قدر الإمكان يعني يصحى بدري علشان يلحق اليوم من أوله، ولكن الواحد بيبقى وراه حاجات كتيرة، كتيرة أوي، 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 فمش عارفة الواحد يعني هيلاقي عليها إزاي، يعني الواحد عايز 24 ساعة على ال24 ساعة كمان اللي موجودين، فربنا يا رب يبارك لنا في وقتنا ويخلّينا نقدر نعمل كل اللي إحنا عايزينه وننجز حاجتنا كلّها مع بعض. أوكي، فادعوا لنا كده، ادعوا لنا يا جماعة ربنا كده يبارك لنا في وقتنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي حياتنا كلّها إن شاء الله، ويبارك لي كمان فيكم، يبارك لي فيكم والله يعني أنتم بتشجعوني جدًا، جدًا، حتى لمّا بالاقي واحد بس كده داخل عامل لي اشتراك في القناة، بابقى فرحانة، فرحانة جدًا، كأني يعني 1000 مشترك دخل لي في القناة. معنى أعمل إيه بقى، أنا قناتي لسه صغيّرة إن شاء الله كده بإذن الله أملي كبير كده في ربنا ثم فيكم، اللي أنتم تكبّروها لي وتنشروها لي كده وتكبر بيكم ويبقى عندي مشتركين كتير وتبقى قناتي كبيرة كده زي القنوات الكبيرة اللي إحنا بنشوفها. فابعتوا لي كده كومنتاتكم اللي أنتم عايزينّي أعمله لكم، اللي نِفْسكم فيه، اللي بتحبوا تتفرّجوا عليه. وقولوا لي إيه رأيكم في الفيديوهات اللي أنا باقدّمها، هل عاجباكم، هل دمّها تقيل، هل حلوة خفيفة على قلبكم؟ يعني كده الشعرية اتحمّرت أهي معايا، هنا بقى بُصّوا العدس بقى جميل أوي أهو،
حلو قوي اهو. انا بسويه قوي قوي عشان لما اجي اضربه ويتضرب معايا بسرعه. العدس ده يعني من الاكلات المفضله، ووالدتي هي ربنا يديها الصحه اللي قالت لي بقى يا اميمه ابدأي اعملي لنا يعني شويه عدس النهارده كده علشان الدنيا ساقعه نتدفى بيها. وكانت هي زهقت بقى من الاكل والطبيخ والحاجات دي كلها. فبصراحه اكله العدس دي مش عايزه اقول لكم يعني ما باتتش. ده كده الهاند بلندر اهو. الهاند بلندر ده بقى مش عايزه اقول لكم قد ايه جميل والله. ان شاء الله ربنا يكرمني كده. هو ده بتاع والدتي ان شاء الله كده ربنا يكرمني انا كمان واجيب واحد عندي. لان الهاند بلندر ده يعني مش عايزه اقول لكم بيوفر مجهود قد ايه. يعني كان زمان بقى استنيت العدس ده لما يبرد وبعد كده ارجع افرغه في الخلاط وبعد كده اضرب شويه شويه وارجعه تاني الحله وبعد كده هو اغسل الخلاط. فبيوفر وقت. يعني انا دلوقتي مولعه على البوتاجاز على العدس برضو وبالهاند بلندر كده وابدا ان انا اضرب العدس. فبصراحه تحفه وبيفيدني جدا جدا وانا بصلصه بالطماطم. فادعولي كده ان شاء الله ربنا يكرمني والقناه تكبر كده واجيب كل اللي نفسي فيه. انا نفسي بصراحه جدا في الهاند بلندر نفسي فيه جدا. هيوفر عليا. انا ساعات بكسل اعمل عدس بسبب الخلاط لكن لما يكون عند ماما بعمل عادي بقى عشان هي عندها هاند بلندر. وكمان بنصح كل الناس لما تجيب هاند بلندر تجيب الدراع بتاعه اللي تحت ده يبقى ستانلس. لان بيبقى فيه هاند بلندر بيبقى فيه بلاستيك. فالبلاستيك ده مش هتحطيه على النار فلازم تستني ما يبرد فكأنك ما عملتيش حاجه. لكن لما بيكون الدراع بتاعه دوت ستانلس بتحطيه على النار عادي هو سخن ما فيش مشكله. بس برضه وانت بتضربي دي اول ما تلاقي الهاند بلندر سخن منك تبطليه شويه وبعد كده تشغليه تاني. اي جهاز يعني اي خلاط كده اي كبه لازم كده. فهنا كده اهو انا ضربته وبحاول اخليه ناعم جدا علشان يبقى طعمه حلو كده. وحتى كوبايه الشاي اهي بردت مني. فقلت بقى عشان الحق اعمله وانجز اهو. معلش بقى في ناس قالت انت بتتكلمي بسرعه فبصراحه يعني انا ببقى عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله لكم واتكلم معاكم فيه في الفيديوهات. ويعني بحاول بقى اتكلم بسرعه عشان الحق اقول لكم كل اللي نفسي فيه قبل ما الفيديو يخلص وينتهي. انا كده ضربت اهو العدس. شايفين لونه حلو قوي. ممكن كمان لو عندك جزرايه تحطي عندك بطاطسايه تحطي اوكي بيبقى طعمه حلو قوي لما تحطي كمان معاه بطاطس جزر. وبيبقى لونه جميل قوي. الجزر بيخلي لونه كده اورنج كده فبيبقى طعمه حلو كده. انا خلصت اهو خلاص. احط بقى الشعريه عليه والتوابل. هبدا احط التوابل اهي. فلفل اسود. التوابل بقى اللي انت عايزاها. كزبره. في ناس وده شويه كمون. والله بصي في ناس بقى بتقولي انت بتحطي بالمعلقه البلاستيك ده الملح اهو. معلقه بلاستيك صغيره كده دي كانت بتاعه اللبن بتاعه الاطفال. شويه بقى زيت عايزه تحطي زبده سمنه اللي يعجبك. بس انا حطيت زيت بقى عشان يبقى خفيف كده واحنا نعمل. وممكن الزبده بقى احطها على وش صينيه الفرخه اللي احنا هنعملها ان شاء الله. ده كده اهو حطيت كل التوابل اهي بتاعتي اللي انا عايزه احطها. كنت بقول لكم كنت بقول لكم في ناس بتقولي انت بتحطي بالمعلقه البلاستيك الصغيره ديت واتريقوا شويه كده وقالوا كلام مش لطيف. بس يا جماعه انا كده حطيت اهو الشعريه. بس يا جماعه يعني انا مش عايزه اقول لكم ان الواحد ممكن يعني يستغنى ان هو يشتري حاجات ويجيب حاجات تانية. المهم ان هي تؤدي الغرض. يعني مش لازم اروح السوبر ماركت واجيب طقم معالق مخصوص للتوابل. يعني مش لازم. بدل ما عندي حاجه زيها اوكي مفيش مشكله. ايه المشكله اللي فيها؟ انا كده جبت بصلتين وحمرتهم. هحمرهم في نفس الطاسه اللي انا حمرت فيها الشعريه عشان ما اوسخش معايا. اوكي هي الطاسه انا فضيت منها الشعريه اللي كنت محمراها وكانت مطرح الزيت بتاع الشعريه. حطيت شويه زيت تاني وحطيت البصل وحمرها فيها عشان يعني نقلل برضو كميه المواعين. يعني انتوا شايفين البوتاجاز كده اصلا عايز يتغسل. فقلت بقى بعد ما اخلص
العدس عشان لو نقط عليه ولا حاجة ابقى انا ايه خلصت طبيخه كده، ابقى انا اغسله ويكون نضيف، يعني بدل ما اغسله وارجع اعمل عليه الاكل فالعدس ينقط عليه تاني والبوتاجاز يتوسخ واغسل مواعين تاني. يعني توفير الوقت يعني مش اكتر يا جماعه والله. فانا بقول لكم هنا ان انا خدت المعلقه بتاعه اللبن دي بتاعه بنت اخويا، كان بنت اخويا صغيره كده بترضع وبتجيب لبن صناعي كتير، فكان بيبقى فيها معالق كده صغيره بلاستيك، فانا حبيت اخدها وحطيت في كل برطمان التوابل معلقه منها. حلوه والله جدا، نفعتني قوي. الناس بقى تخش تتريق وتخش كمان، والله يعني انا برد عليهم مش عشان حاجه، يعني انا برد عليهم ان هم يعني اصلا يعني الواحد دلوقتي بيحاول يوفر على قدر الامكان، دي اولا. ثانيا يعني حاجه انا هستفيد بيها، يبقى ليه ارميها؟ انا هستفيد بيها واستخدمها وخلاص، وكده كده بتأدي الغرض يعني، وبتبقى نظيفه ومغسوله وكل حاجه. فيا جماعة بطلوا التريقة على الناس، وبطلوا ان احنا يعني دع الخلق للخالق، سيبوا كل واحد بيعمل. لو عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش خلاص يعني، لكن مش كل حاجة نقعد ننتقد فيها الناس. الناس مش زي بعضها، في ناس بتنزل وتقدر تجيب وتعمل، وفي ناس ما بتقدرش، وبعدين ربنا يعيننا في اللي احنا فيه ده يعني. وبعدين انا دايما بحب كده اوريكم يعني ازاي نستخدم اي حاجة حوالينا ونستفيد منها، بدل ما نرميها ونروح نشتري غيرها ونقول ان احنا عندنا يعني مصاريف كتير. انا يعني عايزه اقول لكم الواحد بيصطدم دلوقتي، الواحد بينزل يجيب الحاجه وبعد يومين يروح يجيبها تاني يلاقيها غلي. فربنا يعيننا. كده البصل اتحمر، انا كنت عايزاه يتحمر قوي كده وياخد الشكل الغامق ده، علشان يعني اما احطه على العدس يديني طعم البصل مكرمل كده اهو. بصوا حمرته كويس قوي وحطيته على العدس، بعد ما طفيت على العدس اهو واستوى العدس جميل جميل جميل، مش عايزه اقول لكم طعمه عامل ازاي. والتقليه اللي انا عملتها له ديت بتخلي طعمه اجمل واجمل، بتديله كده طعم زي يعني مسكر كده شويه، بيبقى فظيع. هسيبه بقى شويه واغطيه واسيبه شويه، وبعد كده هو نعمل الفته. طبعا الفته بقى عشان اعملها بصوا في نفس الطاسه لتالت مره. والله نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الشعريه عملت فيها البصل، هعمل فيها الصلصه بتاعت الفته. حطيت شويه ثوم، انا الثوم ما بحمروش قوي، بس يعني دايما بحط ني كده مع 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 الطماطم يعني. نسيت والله كنت هقول لكم بس متضايقه قوي من الناس اللي بتتريق دي بصراحه. بس عادي يعني. دي كده طماطم انا كنت مصلصلاها وحطيتها هي على التومه يعني يا دوبك خدتها تقليبه بس كده لغايه ما ريحتها تطلع بس كده. وبعد كده حطيت اهو الطماطم، وادي العدس اهو فظيع 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 فظيع، مش قادر اقول لكم طعمه يجنن قد ايه. اهو بوريهولكم كده. الشعريه كمان تقلت فيه اهي، يعني ما تحاولوش تحطوا شعريه كتير لان الشعريه بعد كده بتنفش وبتقله قوي، وانا هخليه خفيف شويه عشان احطه على الفته. كده جبت عيش، ما كانش عندي عيش ناشف بقى، فانا بجيب العيش عادي الطري ده واقطعه وحطيته في الصينيه، وحطيت عليه كده في قلبيه من جوه كده كام معلقه صلصه، وهبتدي احط عليه اهو العدس وابتدي اقلب. معلش انا مش عارفه اقلب عشان ماسكه الموبايل بايدي التانية. اهو حطيت العدس، هبتدي بقى ارش من فوق الوش كده شويه صلصه. مش عايزه اقول لكم كانت طعمه قد ايه، خصوصا لما تكتري العدس كده شويه علشان يبقى فيه صوص. اهو بالهنا والشفا يا رب. اتفضلوا معايا مع بصل اخضر بقى كده يبقى تحفه. يلا اشوفكم على خير وفيديو جديد. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه.